السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم حريشات اللي دائما كنديرهم كيجوا فنين ومنسمين بالزعترة، ماشي الزعتر، الزعترة كتجي فيهم غزاله معمرين بالفرماج او لا بغيتو تعمروهم بالجبن او لا الشوكولا، نتوما على حسب الاختيار ديالكم، مع قهوه معطره على حقها وطريقها. كنبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. كناخدو واحد البول او اناء، كنديرو فيه زلافه كما كتشوفوا معايا، زلافه الحريره اللي كنستعملوا العاديه ديال السميده تكون من نوعيه جيده. كنضيف ليها معلقه صغيره ديال الزعتره تكون منقيه، وراس الملعقه ديال الملح، عندي نصف ملعقه صغيره ديال السكر سنيده، وضروري ما نضيف 2 معالق كبار ديال الدقيق باش الحريشات ديالنا ما كيتفرتوش. ولو انكم بغيتو ديروها حرشه وحده كبيره كتقلبوها بواحد السهوله، ما كتفرتت، ما كطرى لها حتى حاجه. وإلا باتت عندكم كتسخنوها وكتبقى بحال الا صوبتوها في ديك الساعه. ضروري من هاد 2 معالق ديال الدقيق، وكنضيف نص كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، خماره حمراء، وكنبسس مزيان ديك السميده والدقيق حتى كتدخل فيهم ديك الزيت مزيان. هنا من بعد ما كنخلطوها مزيان بالزيت، نضيفوا ليها الماء، القياس ديالها ديال الماء كما كتشوفوا معايا، وكنخلوها كترتاح. من بعد ما كترتاح واحد تقريبا 5 دقائق 10 دقائق حتى كتشرب مزيان داك الماء، كنضيف وكندوزو كنشكلوها على شكل كرات صغيره بهذا الشكل، وكنعمروها بالفرماج ولا الجبن كيف قلت لكم، ولا باي حاجه نتوما بغيتو تعمروها. صافي وكديروها في مول او لا بهاد الغطايه ديال القرعه، حتى هي راه عمليه بزاف. صافي وكتخلوهم وكطيبوهم
في المقله ديال المسمن ديالنا العاديه على عافيه مهيله حتى كيتحمروا من الجوانب. وبصحتكم وراحتكم، راهم فنين وزوينين بزاف، خصوصا لوليدات المدرسه او الفطور او الكوتي. ومن بعد ما كيطيبوا كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو كيجيو فنين صراحه، محمرين من الجوانب بجوج، كتخلوهم على عافيه مهيله باش يتحمروا لكم وما تجهدوش عليهم العافيه باش ما يتحرقوش لكم. راهم فنين. وكما قلت لكم ممكن انكم ديروها حريشه وحده كبيره اولا ديروا هكا فرديين لكم ولوليداتكم. كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايكات والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب، والى الملتقى مع فيديوهات قادمه ان شاء الله.